هو هل المحتوى الكتابي بيحقق ربح؟ تعالَ كده على الكمبيوتر أورّيك حاجة، زي ما أنت ما شايف كان زمان في 2013 و2014 كان الناس بيعملوا إيه، تلاقيه مثلًا يقعد يكتب كده أهو، يقعد يكتب كده أهو السلام عليكم، زي ما أنت ما شايف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يكتبها كده أهو، تمام، وصلّي على النبي بس أهم حاجة بالله عليك أهو، يقعد يكتب كده أهو على الكيبورد، طبعًا ما بيكونش بيتكلم بصوته لأن هو مكسوف يطلع بصوته، وطبعًا بيكون الحلقة شغالة وشغال عليها موسيقى، وبيفضل يكتب في الحاجة اللي بيشرحها ويبتدي يشرح. هل المحتوى ده م دلوقتي يوتيوب بيقبله لو أنت مثلًا هنفرض مثلًا مش عارف إزاي أنت هتعملها، جِبت بالحوار ده 1000 مشترك و4000 ساعة، هل هتتقبل في المراجعة؟ لأ، 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 لأ. تعالَ أفهّمك ليه، ركّز معايا. أولًا يوتيوب دلوقتي إحنا في 2025. الشغل اللي أنت بتتكلم عليه ده يعتبر في بداية إنشاء اليوتيوب، يعني إيه؟ يعني حضرتك كان الكلام ده بيحصل في 2016، 2015، 2014 أيام أساسًا ما كانش الناس تعرف يعني إيه مايك. النهارده يوتيوب شرط أساسي من شروطه عشان نحقق ربح أو نتقبل في المراجعة، إن يكون المحتوى أصلي حصري. هتزنقني أنت في الحتة دي وتقول لي إيه، يا عم طب ما أنا الفيديو أصلي حصري أهو، هو أنا سارقه من حاجة؟ ركز معايا بقى في نقطة تانية مهمة أوي، لأن في ناس بيخشوا لي من الدخلة دي، يقول لي إيه، يا عم طب ما الفيديو أصلي حصري، ما أنا مصور الفيديو أهو ومش سارقه. هاقول لك كويس أوي يا باشا، بس أنت نسيت مبدأ إضافة القيمة. يعني إيه إضافة القيمة؟ يوتيوب عنده إضافة القيمة عن طريق 3 حاجات، يا إما صوت، يا إما صورة، يا إما صوت وصورة. تمام؟ الصوت هو عنصر أساسي في الفيديو لا غنى عنه، يعني ما ينفعش تعمل فيديو من غير صوت وتقول لي الفيديو حتى إن كنت طالع فيه بوشّك، لو الفيديو من غير صوت، الفيديو ده ببساطة شديدة فيديو بالنسبة لليوتيوب أصبح فيديو غير مؤهل لتحقيق الربح، أو حتى إن كنت أنت مفعّل أرباح والفيديو بتاعك بيجيب أرباح، عايز أقول لك إن المشاهد أصلًا لو مش سامع صوت في الفيديو هيطلع من الفيديو، تخيل كده معايا أنا ساكت في الفيديو وقاعد لك كده أهو باشرح لك، ما فيش صوت، هل هتكمّل الفيديو؟ استحالة هتطلع من الفيديو. تمام، فبالتالي واحد في التاني طلع من الفيديو بتاعك كده خلاص اليوتيوب فهم إن الفيديو بتاعك ده فيديو من الفيديوهات الوحشة فمش هيقترحه على حد، فهيكتفي بالمشاهدتين 3 اللي جابهم لك، تمام، دلوقتي المحتوى اللي هو الكتابي أولًا ببساطة شديدة إضافتك للموسيقى فيه في حد ذاته مش كفاية. طيب، أنا عن نفسي واحد من الناس ممكن أقول لك لو بتشرح على الكمبيوتر وبتتكلم بصوتك أفضل مليون مرّة من إنك تستخدم المحتوى الكتابي، عشان في بعض الناس يقول لك إيه، يا محمد يا علاء إحنا بنستخدم المحتوى الكتابي عشان مكسوفين حتى نطلع بصوتنا، يا ابني مكسوف ليه؟ هو أنت عينك في قفاك؟ يعني هو أنت مناخيرك في قفاك طيب؟ يعني عينك ومناخيرك مش في وشّك طيب؟ ليه مكسوف؟ ليه مكسوف؟ طب ما أنا طالع أتكلم أهو عادي يعني ما فيش أي حاجة، ما فيش أدنى مشكلة. ليه مش شاروخان أنا ولا مهند، عادي أنا بني آدم زيك وطالع أتكلم عادي. بُص يا باشا، أفهمك على حاجة، لو طلعت بصوتك قناتك هتتقبل في تحقيق الربح، لو طلعت بصوتك ووشّك قناتك هتتقبل في تحقيق الربح، ومن الآخر هييجي لك مشاهد مُحب لفيديوهاتك، تمام؟ قناتك لو أنت طلعت بصوتك ووشّك مش هتطوّل في مراجعة أكتر من يوم، اسمعني بقى أنا باقول لك إيه، أنا مفعّل قناتين على فكرة، عشان تبقى أنت فاهم، تمام؟ باخش عند بعض الإخوة من وأنا عنده كده على الباب، أبُص لأول فيديو ألاقيه طالع بوِش بصوته أقول له: "يا باشا القناة دي مش هتقعد في المراجعة 4، 5 ساعات." وفعلًا وبيحصل ما بيكمّلش 4 ساعات، تحس إن أنا واليوتيوب متفقين، ليه؟ لإن ببساطة شديدة أنت كده أولًا بتضيف قيمة للمشاهد، بتقدّم محتوى أصلي حصري، تمام، بتنفع اليوتيوب وملتزم بسياسات وإرشادات اليوتيوب، ليه اليوتيوب ما يقبلش قناتك؟ تمام، إنما المحتوى الكتابي أنت مش بتضيف قيمة للمتابع، حتّة إن أنت بتكتب على الكيبورد دي كانت بتنفع زمان على فكرة، كان زمان بتنفع، إنما دلوقتي لأ. للأسف اعذرني أنا بس مش عايزك تتعب في إنشاء محتوى، لإن في بعض الفيديوهات لحد النهارده باشوفها، باشوف بعض الإخوة تلاقيه بيبقى فاتح الword وبيقعد يكتب وبيشرح الحاجة اللي بيشتغل عليها على الكمبيوتر، ومشغّل لي موسيقى بحر كده في الخلفية، يا عم شغل من 20 سنة ده خلاص عدّى يعني وَلّى عليه الزمن خلاص يعني ما بقاش بينفع طيب، تمام، وفي بعض الإخوة برضه سألوني يا محمد يا علاء طَب المحتوى الصوري، إن أحُط صورة وأتكلّم عليها، هل ده بيتقبل في تحقيق الربح؟ اتفرّج على الحلقة اللي ظهرت لك دلوقتي دي، عشان دي ببساطة شديدة شرحت لك فيها الموضوع ده بالتفصيل، لإني أنا لو جاوبتك دلوقتي هو مبدئيًا لأ، بس روح هناك وهتفهم إزاي حوّلنا من إن الصورة تقدر تخلّيها تتقبل في تحقيق الربح، عن طريق حركة ذكية أوي هتعرفها في الفيديو اللي أنا وريته لك ده، تمام؟
فبس يا شباب أنا كده جاوبتكم على السؤال، عشان في ناس سألوني كتير أوي على حوار المحتوى الكتابي. لأ، المحتوى الكتابي مش بيتقبل في تحقيق الربح يا جماعة. السلام عليكم، باي باي.